مناظرة لانتداب 580 عونا بشركة النقل بتونس. آخر أخبار تونس لهذا اليوم وإليكم التفاصيل. تعتزم شركة النقل بتونس فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عونا. تعمد بعض المواطنين وأصحاب محلات تجارية إلقاء الفضلات المنزلية على حرمة السكة الحديدية في محطة الكرم، السكة الحديدية للخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الواد المرسى، مما شكل خطرا على سلامة جولان وعربات القطار. وهنا تدخل شركة النقل بتونس لتأمين نظافة فضاء محطة الكرم عن طريق أعوان فريقي النظافة المسائي والليلي، الترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة من 260 دينارا إلى 280 دينارا، أي بمقدار 20 دينار.